بص يا معلم على الفيديو ده. على فكرة هو مش أول لقب يضيع منه، مش صحيح. أول لقب يضيع من رونالدو تعرض إلى نكسات أكثر من هذه، تعرض هذا لدوري المشهد الأبطال. امامنا حامد، اللي قاعدين نشوف المشهد امامنا. يعني اريد اي واحد متابع مشجع عربي او حتى اللعيبه الشباب والاجيال القادمه يشوفون هذا المشهد ويشوفونه كثير عشان يعرفون ايه حقيقه ده؟ كره القدم. يعني ايه ده؟ انت راجل محقق اليورو، محقق دوري الابطال، الهداف التاريخي لكرة القدم، محقق بوشكاش، محقق كل حاجة، لعبت في كاس العالم، انت محقق كل حاجة كل حاجة، وفي الاخر بتعيط. يعني ما تفهمش ايه الدماغ دي، انت ما تفهمش. يعني زي واحد ناقص له مثلا نص درجة ويقفل، او واحد جايب 99.9 فهو متضايق اللي هو ناقص 1% او 1.011. الراجل ده وحياة ربنا، الراجل ده انا بتعلم منه. يعني الراجل ده تتعلم منه الشغف، تتعلم منه الاستمرارية، تتعلم منه السعي، تتعلم منه كل حاجة. تتعلم منه كمان، عايز اقول لك حاجة برضو، انت بتتعلم منه حتة ان البداية زي النهاية. يعني كلها، يعني مثلا اللي هو انا 39 سنة، انا 40 سنة، بس ببدأ، بس لسه ما خلصتش، انا لسه ببدأ. فاللي هو ايه، بيعلمك حاجات كتير في مواقف صغيرة. يعني مثلا يعلمك اللي هو انا 40 سنة بس انا ببدأ. طب هو في حاجة اسمها كده؟ انا كده. فاللي هو بيوصل لك اللي هو ايه، ما تيأس. انا بصراحة بيوصل لي حاجات كده، وحاجة واقعية جدا. يعني كريستيانو رونالدو واقعي جدا، اللي هو ايه، حاجة احنا بنشوفها حد فعلا كده، والراجل ده فعلا وصل بالرغم اللي هو الظروف الصعبة. كل شويه لما مثلا اقول لنفسي انا مش هوصل، انا مش عارفه ايه، انا ايه، افتكر كريستيانو رونالدو اللي هو الراجل كان مامته وباباه، ومش عارفه باباه كان سكري وبتاع، ومامته كانت بتنظف، وكانوا بيجيبوا تمن الجزمه بالعافيه اللي هو بيتمرن بيها، ويجيبوا تمن الاكل بالعافيه. وافتكر ان مفيش يأس، مفيش اسعى، وربنا هيرتب لك كل حاجه ليك.